مستقبل التجارة في العالم بوجود تطبيقات الذكاء الاصطناعي. المقدمة: التكنولوجيا الحديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي أحدثت ثورة في مختلف مجالات الحياة، ولم يكن قطاع التجارة بعيداً عن هذا التحول. الذكاء الاصطناعي بات يلعب دوراً جوهرياً في تغير طريقة عمل الأسواق وأساليب البيع وخدمة العملاء. هذا البحث يستعرض تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستقبل التجارة، مع تحليل الإيجابيات، السلبيات، المخاطر، والقطاعات التي ستتطور أو تندثر نتيجة هذا التطور. أولاً، دور الذكاء الاصطناعي في التجارة. تطبيقات الذكاء الاصطناعي تساهم في تحسين العمليات التجارية من خلال: الأول، تحليل البيانات الضخمة. استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك العملاء وتقديم توصيات مخصصة. التسويق الذكي. تحسين حملات التسويق بناء على توقعات دقيقة لسلوك المستهلك. الثالثة، تسهيل العمليات التجارية مثل المخزون، التوصيل، وإدارة الطلبات. الرابعة، خدمة العملاء. استخدام الروبوتات المحادثة شات بوتس والأنظمة الذكية لتحسين تجربة العملاء. الخامس، تحسين سلسلة التوريد باستخدام تقنيات التنبؤ لتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة. ثانياً، الإيجابيات: الزيادة الكفاءة والإنتاجية. أتمتة العمليات الروتينية توفر الوقت والجهد. تحسين سلاسل التوريد وتقليل الفاقد. ثاني، تحسين تجربة العملاء. تقديم تجارب شراء مخصصة بفضل التحليل الذكي لسلوك المستخدمين. تقليل زمن الاستجابة من خلال الروبوتات المحادثة. ثالثاً، خفض التكاليف. تقليل الحاجة إلى التكاليف التشغيلية. تقديم معلومات دقيقة حول تقدم الطلاب اليدوية. 4. فتح أسواق جديدة. سهولة الوصول إلى عملاء جدد من خلال التسويق المستهدف. 5. اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات. تقديم رؤى دقيقة استناداً إلى التحليلات الضخمة. ثالثاً، السلبيات. الوظائف التقليدية. أتمتة الوظائف اليدوية تؤدي إلى استغناء عن العديد من العاملين. ثاني، زيادة التكاليف التقنية. الاستثمار في تطوير وصيانة أنظمة الذكاء الاصطناعي مرتفع التكلفة. ثالثاً، اعتماد مفرط على التكنولوجيا. تعطل الأنظمة قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في العمليات التجارية. الرابع، الخصوصية والأمان. جمع وتحليل البيانات الضخمة يثير قضايا تتعلق بحماية خصوصية العملاء. رابعاً، المخاطر. الأمان السيبراني. استهداف الأنظمة الذكية من قبل القراصنة قد يؤدي إلى سرقة البيانات أو تعطل الأعمال. الاحتكار التكنولوجي. الشركات الكبرى التي تمتلك موارد ضخمة قد تسيطر على الأسواق، مما يحد من فرص الشركات الصغيرة. الثلاثة، التحديات القانونية والأخلاقية. غياب التشريعات الواضحة حول استخدام الذكاء الاصطناعي قد يسبب مشكلات أخلاقية وقانونية. خامساً، ما الذي سيتطور؟ التجارة الإلكترونية. الاعتماد الأكبر على التجارة الرقمية مع استخدام أنظمة ذكية لتحسين تجربة الدخول في السوق. التحليل الثاني للبيانات. تطور أدوات تحليل البيانات لجعل العمليات التجارية أكثر دقة وكفاءة. ثالثاً، التسويق الذكي. استخدام تقنيات مثل التسويق التنبؤي والذكاء الاصطناعي لتقديم عروض مخصصة للعملاء. الرابعة، الخدمات اللوجستية. تحسين التوصيل وسلاسل التوريد باستخدام الروبوتات والتنبؤات الذكية. سادساً، ما الذي سيندثر؟ الأولى، أساليب التسويق التقليدية. الطرق الإعلانية التي تعتمد على العشوائية ستختفي لصالح التسويق المستهدف. المرحلة الثانية، المتاجر التقليدية. زيادة الاعتماد على التجارة الإلكترونية سيؤدي إلى تقليل أهمية المتاجر الفعلية. ثالثاً، الوظائف اليدوية الروتينية مثل إدارة المخزون أو إدخال البيانات. في الختام، الذكاء الاصطناعي يمثل قفزة نوعية في قطاع التجارة، حيث يقدم فرصاً كبيرة لتحسين الكفاءة والإنتاجية،
لكنه يحمل معه تحديات وسلبيات لا يمكن تجاهلها. من الضروري أن توازن الشركات بين تبني هذه التقنيات والتعامل مع آثارها الاجتماعية والاقتصادية لضمان تحقيق أقصى استفادة بأقل قدر من الأضرار. Your subscription to our channel helps us continually deliver better content.